ترضى عليه، هذا ما أشوفه صحيح. بعدين أنا أدري أكو قسم من روج هاي الحكاية، أنت ورقة خطية بإيران، قالوا أنا مستعد أسوي لكم كذا 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 في مقابل. فخلينا نبتعد عن هذا الجو، خلينا نصنع عراق عصي على التدخل. في مقابل ماذا؟ لا يستطيع مقابل أن يقبلوه رئيس وزراء إذا راد يجي. وماذا فعلت إيران؟ لا إيران مو بيديها. يعني العراقي هو الذي بادر؟ العراق هو الذي يبادر. العراق أقصد من قدم الورقة هو اللي يبادر، هو راح بنفسه. فد واحد من الأخوة مو معلوم راح، بس وصلت لك ورقة. وصلت هكذا ورقة. ليش ما تكشف عنه؟ لا أريد أكشف عن كل ما عندي، أصعقك. هو لازم تصعقني، راح يجي. الحمد لله الذي حرم الكذب، بس ما أوجب الصراحة. يعني تريدني أكون أغلب، لا سمح الله أكون واحد منفعل أغلب انفعالاتي، أكون مصلحة بلد، إنما أسكت وساكت، لأن مصلحة البلد تقتضي السكوت. عندما تقتضي مصلحة البلد أن أتفوه سأملأ الفضائيات صراخ. أنا مو ساكت عن خوف ولا عن جهل، أنا واعي عن اللي يصير وجريء أن أعبر عنه، لكن مو وحي العقدة، من وحي المصلحة. عندما أقدر أن المصلحة الوطنية اقتضت سيسمعون الكلام، ما عندي كل تردد. ما أشك في جرؤتك. أقولها بكل صراحة، أقولها، بس أنا ما أريد أكون متجرئ. لا، الآن ليس وقت فتح جبهات وتعدد جبهات. طيب، ولكن اسمح لي، الأولوية الآن لحفظ وحدة الوطن، الحفاظ على الثروات، الحفاظ على جمع الصف ووحدة الكلمة، تفويت الفرص على المتلاعبين بمسألة اللعب على حبال الطائفية والقومية وما شابه ذلك.